في المعارك: أنا عقاب الله، وإذا لم ترتكب خطايا عظيمة لم يكن يبعث الله عقابا مثلي عليه. واحد من أكثر القادة سفكا للدماء، وهو السفاح الذي أطاح بالخلافة العباسية ودمر بغداد وأحرق الكتب والوثائق التاريخية وقتل أكثر من مليون مسلم. إنه هولاكو حفيد جنكيز خان. كان شديد الكره للإسلام والمسلمين، وكان يسعى جاهدا لإنهاء المسلمين. شن حروبا وحشيا على العراق والشام، وارتكب أكبر المجازر التي عرفتها البشرية، ولكن عاقبه الله بمرض في نهاية حياته، وأصبح يتبول لا إراديا على نفسه، وأصيب بالصرع الشديد، حتى إنه قبل موته كان يعوي كالكلاب، ولن يستطيع أي طبيب أن يدرك علاجه، حتى إن جنازته لم تكن عادية، بل كانت الجنازة الوحيدة التي تمت التضحية فيها بذبيحة بشرية. ولم يتبقى لهولاكو المغولي سوى اسمه المتوحش وأعماله السيئة، لكي يثبت لنا التاريخ أن لكل ظالم نهاية. اتولد هولاكو خان سنة 1217 ميلادية، وهو حفيد جنكيز خان، وبيعتبر هولاكو هو ابن الإمبراطور تولوي ابن الإمبراطور جنكيز خان. أمه هي سرغانتي بيكي، اللي كانت بتنتمي لإحدى قبائل الترك المعتنقة للمذهب النسطوري للديانة المسيحية في منغوليا. وزوجته هي طاقوس خاتون، وهي أيضا مسيحية نسطورية، وكانت إحدى محظيات والده. وتزوجها هولاكو، وده بحسب الأعراف في الإمبراطورية المغولية، وهو شقيق الإمبراطور مينكو خان، وده رابع خانات الإمبراطورية المغولية. كان هولاكو محبا للحضارة الفارسية وثقافتها، فبمجرد أن أصبح خان لبلاد فارس اجتمع عنده العديد من الفلاسفة والعلماء والحكماء في بلاد فارس، واللي بالمناسبة كانت تتبع الدين الإسلامي في ذلك الوقت. بعد تولي مينكو خان الحكم، أمر أخوه هولاكو بتكليف قيادة الجيش المغول، وأمروا أن يغزو الدول الإسلامية. فبدأ هولاكو حملته التوسعية وأخضع جماعة اللور لسيطرته. وجماعة اللور هي جماعة كانوا بيستوطنوا إيران، وقضى على جماعة الحشاشين، واللي بتعتبر أول وأكبر جماعة تنظيمية في تنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية في التاريخ الإسلامي. وعندما علموا بقدوم هولاكو إليهم سلموا قلعتهم على موت بدون ما يواجهوه في أي معركة واحدة، وده بسبب وحشيته اللي كانت معروفة عنه. بعد انتصار هولاكو على اللور والحشاشين انطلق إلى بغداد، وأرسل رسالة تهديد إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله بيطالبوا فيها بالاستسلام، إلى أن الخليفة العباسي رفض، وأرسل رسالة إلى هولاكو يحذره فيها من عقاب الله إذا هاجم المسلمين. وبعد رد الخليفة انطلق جيش المغول إلى بغداد بقيادة هولاكو، ونجح هولاكو أنه يهزم الخليفة العباسي. وبتذكر بعض المصادر أن السبب في هزيمة المسلمين في بغداد هي خيانة الوزير ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي، اللي تآمر مع هولاكو على الخليفة. ودخل المغول بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وأحرقوا المكتبات والوثائق التاريخية، وألقوا بالكتب في نهر دجلة حتى أصبحت مياهه سوداء من كثرة حبر الكتب. وقتلوا ما يزيد عن مليون شخص، ونهبوا القصور والمساجد وأحرقوا الباقي منها. وتم أسر الخليفة العباسي وأجبروه على مشاهدة دمار مدينته. ثم أمر هولاكو بقتل الخليفة. واختلف المؤرخين في الطريقة التي قتل بها هولاكو الخليفة العباسي، ولكن على الأرجح أنهم لفوه داخل سجادة وألقوه على الأرض ودهسوه بالخيل حتى مات، وده حتى لا تراق دماء ملكية بحسب الموروث المغولي. كان لسقوط بغداد أثر صعب في نفوس المسلمين، واهتز العالم الإسلامي لسقوط عاصمتهم اللي كانت الحصن المانع ليهم على مدار 500 سنة وأكثر. وبلغ الحزن قلوب الناس حتى أنهم ظنوا إنها نهاية العالم، وإن يوم القيامة اقترب لهول المصيبة التي حلت بهم، وإحساسهم أنهم أصبحوا بلا خليفة، وهو أمر لم يعتادوا عليه منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما فاحت رائحة الجثث وأصبحت المدينة لا يحتمل العيش فيها، قرر هولاكو تحريك جيشه بعيدا عنها، واستعد هولاكو لإكمال فتوحاته التوسعية واتجه للشام، وده طبعا وفقا للخطة المرسومة اللي أخوه أمروا بيها في بداية حملاته العسكرية. وصل هولاكو على مشارف مدينة حلب ونصب المنجنيق وأمطر المدينة بوابل من القذائف حتى استسلمت. بعدها اتجه لدمشق، وعندما علم الملك الناصر يوسف الأيوبي باقتراب المغول في دمشق هرب مع قواته خارج المدينة وتركها خوفا من بطش هولاكو. وما كان من أهل مدينة دمشق إلا أنهم سلموا مدينتهم لهولاكو وأرسلوا إليه الهدايا علشان يسترضوه بألا يفعل بهم كما فعل بأهل بغداد وحلب. وهنا بعد سقوط بغداد والشام جه الدور على مصر،
واللي كان في الفترة دي بيحكمها المماليك. فأرسل هولاكو رسالة إلى المماليك يدعوهم إلى الاستسلام، والرسالة دي كانت كلها تهديد ووعيد، ونصها كالآتي: أنا جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غيظه، فلكم بجميع الأمصار معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى، فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فما لكم من سيوفنا من خلاص، وما من أيدينا من مناص، فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق، ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق، وقلوبنا كالجبال وعدادنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع، والجيوش لقتالنا لا تنفع، ودعائكم علينا لا يسمع، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب. وبعد إسلام قطز سلطان المماليك في مصر لرسالة هولاكو، خرج يحث الناس على قتال المغول، وبالرغم من خوف جيش المماليك من المغول إلا أن قطز استطاع أن يبث روح القتال داخل أفراد جيشه. في الوقت ده مات منكو خان أخو هولاكو، فاتجه هولاكو إلى منغوليا، وعين على جيشه قائد آخر وهو القائد كتبغا. وبدل من أن ينتظر قطز هجوم المغول، بادر هو وخرج مع جيشه لملاقاة المغول في سنة 1260 في معركة كانت من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وهي معركة عين جالوت. واستطاع المسلمين أن يلقنوا المغول درسا قاسيا، وهزموهم شر هزيمة بعد أن كانت القلوب يائسة من النصر، وتم طرد المغول من دمشق، وأصبحت الشام حتى نهر الفرات تحت حكم المماليك. بعدها حاول هولاكو أن يثأر لهزيمة جيشه اللي اتهزم في عين جالوت، ويعيد للمغول هيبتهم وكرامتهم، فبعت جيش إلى حلب، ولكنه تعرض للهزيمة. بعدها حاول هولاكو إنشاء تحالف مع أوروبا ضد المسلمين في سنة 1262، وأرسل رسالة للملك لويس التاسع. أظهرت الرسالة نية هولاكو في أن يقوم بغزو القدس من أجل المسيحيين والبابا، وطلب من الملك لويس أنه يهاجم مصر عن طريق البحر المتوسط بواسطة أسطوله، لكن لم تساعد الأحوال السياسية الداخلية للمغول في أن يعيدوا غزواته. فبعد موت أخيه منكو خان بدأ النزاع يدب في أنحاء الإمبراطورية المغولية، وانقسمت إلى 3 خانات مستقلة، واستقل هولاكو بواحدة منها وهي خانة فارس. وبسبب الحروب بين الخانات توقفت التوسعات تماما إلى أن أتى عام 1265، ومات هولاكو بعد صراع مع مرض الصرع وهو في سن 48 سنة، تاركا لأبنائه وأحفاده مملكة عرفت بألخانية فارس. ومن بعده توفت زوجته تقز خاتون، لتنتهي قصة رجل سفك دماء ملايين البشر داخل عالمنا الإسلامي. وإلى هنا نكون قصدنا لنهاية حياتنا، واللي بتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.